يواصل الاتحاد الجزائري لكرة القدم التحرك في الكواليس بهدف القيام بخطوات إصلاحية قبل عودة منتخب محاربي الصحراء لأجواء المنافسات. كما يخطط الفاف لتقوية صفوف منتخب الجزائر ببعض المواهب من أصحاب الجنسية المزدوجة أو الثلاثية، بينهم رفيق كيتان الذي تألق بشكل لافت خلال الموسم الحالي مع نادي إستوريل البرتغالي. بدأ رفيق كيتان رسمياً في خطوات تغييرات جنسيته الكروية من فرنسية إلى جزائرية، وفقاً لما كشف عنه موقع لا جازيت دو فينيك، وهو ما سيسمح له مستقبلاً بحمل قميص منتخب محاربي الصحراء. وسبق للجناح الأيمن صاحب 24 عاماً أن مثل معظم منتخبات فرنسا للفئات السنية، غير أنه ما زال قادراً على تغيير جنسيته الكروية طبقاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم. ويشبه العديد من الملاحظين رفيق كيتان برياض محرز قائد منتخب الجزائر الحالي، نظراً لإمكاناته الفنية الكبيرة وقدرته على صنع الفارق عبر مراوغاته وتسديداته المباغتة. وتبدو أيام رياض معدودة مع منتخب الجزائر بعد المستويات الضعيفة التي قدمها خلال النسختين الأخيرتين من كأس أفريقيا، فضلاً عن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم. المهاجم الجزائري الواعد يعتبر أحد أبرز اكتشافات النسخة الحالية من الدوري البرتغالي، وهو ما جعله محل إشادة كبيرة من قبل الملاحظين والمتابعين. وخاض رفيق كيتان 23 مباراة في الدوري البرتغالي، سجل خلالها 5 أهداف وأهدى 3 تمريرات حاسمة، كما سجل هدفين في مسابقة الكأس.